عنده 20 سنة. بداية القصة من خالد وهو عنده 20 سنة. خالد على قد حاله، ساب بيته في القرية وراح للمدينة، اشتغل في ورشة، فضل يخلص لصاحب الشغل. من حسن حظه ان صاحب الشغل ده ما كانش عنده قرايب او كان عنده اولاد او حاجة زي كده، لكن من اخلاص خالد في الشغل اثبت لصاحب الشغل ان هو عنده ولاء ليه، فكان مكافئته ان صاحب الشغل كتب له الورشة اللي كان شغال فيها باسمه، وبعد كده توفى. اول ما توفى صاحب الورشة، خالد حس ان الدنيا بدأت تبتسم له، بدأ يحس ان الورشة خلاص بقت بتاعته، بدأ واحدة في التانية في التالتة يشتغل ويكبر في ورشته. الورشة كانت ورشة خياطة، يعني زي بيفصل قماش وكده يعني. في الوقت ده كان في واحدة بترتاد عندهم بتوزع القماش ده في البيوت، كان اسمها دلال. كانت على قدر كبير من الجمال وممشوقة القوام، ودلال وهي دلال يعني. كانت بتيجي طبعا، العلاقة ما بينهم توطدت لحد ما خالد حب دلال، وبالفعل تقدم خالد لدلال لأن كان الاتنين حالتهم الاجتماعية تقريبا واحدة. تقدم خالد لدلال وبالفعل تزوجوا وعاشوا مع بعض 20 سنة. خلالهم خلفهم ولد وبنتين. البنت الكبيرة المفروض طبعا بعد 20 سنة البنت الكبيرة عندها 19 سنة في الكلية، والولد في الثانوية العامة، والبنت الصغيرة في الإعدادية. وخالد طبعا في خلال ال20 سنة دول قدر يكبر ورشته ويحولها لمصنع، وبعد كده طبعا أخد أسرته ديت وجاب فيلا صغيرة وعاش فيها، وكانت حياتهم زي الفل ودنيتهم 10 على 10. في الوقت ده كان بيسكن قصاد خالد بيت بالإيجار ساكن فيه دكتور لسه شاب. الدكتور ده اسمه الدكتور كريم. الدكتور كريم ده كان بيكشف على اي حد، وكان سمعته يعني ان هو ممكن يروح للبيوت لو حد تعبان في اي وقت ممكن يروح له، فكان وما بياخدش اي مقابل، فكان سمعته كويسة. طبعا كمان معروف ان هو يعني في فترة الصبح بيطلع بيسافر عشان يروح شغله في المستشفى وبيرجع تاني، وخدوم. كريم كان على قدر من الوسامة، وطبعا عايش وبيروح لده وبيروح لده. في يوم من الأيام الساعة 2 بالليل دلال حست بوعكة صحية جامدة، اللي اضطر بيها خالد جوزها انه يلجأ لكريم الدكتور اللي قاعد بالإيجار قصادهم، وتعالى يا دكتور كريم الحقنا اصل دلال تعبانة. جه الدكتور وكشف على دلال وكتب لها على علاج، وقال لها لازم تريحي في السرير اسبوعين ما تتحركيش، وانا هتابع حالتها يوم بيوم، هاجي البيت واتابع حالتها يوم بيوم. في الوقت ده كريم الدكتور ده اعجب بينه وبين نفسه بقوام دلال، وان هي ممشوقة القوام، وكان بيتساءل ازاي الفرق 6 سنين ما بين العسل ده والقوام ده وما بين الزوج اللي اسمه خالد اللي باين عليه الشقة والكبر والشعر الابيض والكلام ده كله. فطبعا كان بيرمي على دلال طول ما هو بيجي الكلام المعسول. فطبعا في حاجة كمان كانت بتسمح له انه بيتجاوز في الكلام مع دلال، انه كان بيجي في وقت الصبح عشان يكشف عليها قبل ما يروح المستشفى بتاعته. كان بيجي الصبح، كان خالد بيروح المصنع بتاعه، كان الكبيرة بنتهم الكبيرة اسمها منى بتروح الكلية بتاعتها، واخوها واختها بيروحوا المدارس بتاعتهم، والبيت بيبقى فاضي على دلال. كان بيجي وكان بيرمي عليها الكلام المعسول. عدى اسبوع طبعا ودنيا دلال اصبحت تمام وبقت كويسة، وطبعا خلاص المفروض ان كريم اللي كان بيرمي الكلام المعسول خلاص مش هيروح لان دلال بقت تمام. لكن ما يعرفش كريم ان الكلام اللي كان بيرميه على دلال حرك فيها المشاعر وحسسها بأنوثتها، وان في حد بيهتم بالجمال وبالروعة. قاعد كريم في شقته، فوجئ ان الباب بيخبط، بيفتح واذا به يفاجأ بدلال. دلال اللي دخلت عليه بتقول له ايه يا دكتور، هو انا عشان بقيت كويسة ما تجيش ولا ايه؟ حس في الوقت ده كريم ان دلال بدأت تتجاوب معاه، وبدأت تقول له فين كلامك الحلو. ففي الوقت ده اعترف لها بحبه، وان هو بيفكر فيها من ساعة ما شافها، وايه الجمال والحلاوة ديت، وبدأ يرمي عليها الكلام المعسول لحد وبرضه كمل واعترف لها بحبه. وهي كمان قالت له انا من ساعة ما كشفت عليا وانا مش قادرة استغنى عنك. وفي الوقت ده حصل السكينة والبسكويت، حصل ودخل في الحلاوة، وحصل ما بينهم بسكويت بالحلاوة.
والدنيا باظت، وأقام معاها علاقة آثمة، وبدأت العلاقات تتوالى. خالد يروح شغله، العيال يروح مدارسهم، بنتهم الكبيرة اسمها منى بتروح كليتها، وهو يطلع على الفيلا يظبط دنيته مع دلال، ويطلع بعد كده على الشغل بتاعه. بدأ الزيارات تتكرر، أهالي المنطقة بدأوا ياخدوا بالهم. ايه اللي بيحصل؟ الدكتور ده كل شوية بيدخل ليه؟ الدكتور ده بيروح كل شوية ليه الصبح ومحدش موجود؟ بدأت دلال تفكر بخطة شيطانية عشان تقابل حبيب القلب من غير ما حد يتكلم، ويدخل عليها بطريقة شرعية. ايه اللي فكرت فيه؟ قالت لكريم ايه رأيك تعالى وتقدم لبنتي منى اللي في الجامعة، اتقدم لها. وطبعا منى في الوقت ده طبعا كان خلاص بتتخطب وبتاع، فهي بالفعل كانت معجبة ان هو شاب وسيم، وبتتكلم قدام مامتها ان هو شاب وسيم وكده. فطبعا قالت له تعالى اتقدم لمنى، السنتين ولا ثلاثه اللي هتتقدمهم هتدخل عندنا وتطلع نعمل اللي احنا عايزينه، ومحدد يبقى طريقه شرعيه. وقال لها طب هو جوزك خالد هيوافق؟ قالت له مالكش دعوه، سيب القصه دي عليا انا. هو بالفعل راح كريم متقدم لخالد، والجو يعني اتقدم لمنى، ومنى طبعا كانت معجبه بوسامته، ووافقت منى، وتمت الخطوبه على خير. تمت الخطوبة، وبدأ كريم يدخل على دلال بطريقة شرعية، ان هو داخل كخطيب، وبيدخل والدنيا تمام وكل حاجة زي الفل. عدت شهر، عدى شهرين، في يوم من الايام في وقت ان الصبحية وكريم عند دلال، منى كانت في الكلية، وهي في الكلية افتكرت ان هي نسيت المذكرات بتاعت السكاشن اللي كان المفروض عندها، فرجعت عشان تاخد الورق ده، واذا بها تفاجأ بالكارثة. فتحت الباب ودخلت، سمعت صوت في غرفة نوم أبوها وأمها. تفتح الباب وإذا بها تفاجأ بخطيبها كريم الدكتور، وأمها دلال كما ولدتهم أمهم في أحضان بعض، في وضع يمارسون الرذيلة. طبعا انهارت وقعدت تصرخ. في الوقت ده قدرت دلال تكتم بقها وتسكت، وقعد كريم يلملم هدومه ويلبس، ودلال لبست الهدوم وخلاص. ده جري وطلع، وديت خلاص قعدت تقول لها اسكتي، انا بحبه، انا بعشقه، انا مش هقدرش استغنى عنه، انت فاهمه ان هو بيحبك انت، ده انا خليته خطبك علشان يكون يعني يخش ويطلع، انت مالكيش دعوه، لو قلت لابوكي انا هعمل وهسوي. وبالفعل انكتمت منى، لكن قالت لابوها ان هي هتفسخ الخطوبه. طب يا بنت هتفسخ الخطوبه ليه؟ قالت ما بتردش، ما بتتكلمش، ما فيش، هو كده هفسخ الخطوبه وخلاص. طبعا شك خالد، دلال بنتك هتفسخ الخطوبه ليه؟ قالت لها تلاقي بس البنت اتلبست ولا حاجه، ولا حد عامل لها عمل ولا حاجه، الموضوع ده ايه، سيبك من الكلام ده، عايزه تسيبه تسيبه، هي حره. وبالفعل سابته. في الوقت ده بدأت دلال بقى هي اللي تروح لكريم، وعدى اليوم 2 3 لحد خالد ما فوجئ بجواب جاي له على المصنع، ظرف جواب بيفتحه، وإذا بيه يفاجأ بصورة لمراته دلال مع كريم الدكتور في أحد الملاهي الليلية. خالد أخد الصورة ديت وجري جري على البيت، راح لدلال قال لها إيه الصورة ديت، وطبعا ضربها ضربا مبرحا، ويعني فضل ضربها مع يعني علقة محكمة. وايه الصوره ديت، وانت ايه علاقتك بكريم؟ وانت طبعا ما قالتلوش ان هو كان بيجي لها ولا هي بتروح له. كل الحكايه قالت له انا كل علاقتي بيه ان انا مثلا كنت رايحه في مشوار، فقال لي تعالي معايا مالها ليلي، فرحت معاه، فكانت علاقه عابره كده، هي دي اللي حصلت، ما اعرفش مين اللي صورنا، سامحني، وحياه ال 20 سنه العشره اللي بينا لا تسامحني. وبالفعل سامحها جوزها خالد وسكت، لكن فوجئ ببنته بتقول له انا عايز اروح اقعد عند جدتي. ليه يا بنت في ايه؟ لا انا عايز اقعد عند جدتي. طب ايه السبب؟ قالت له عشان خالد كريم قدامنا وانا مش عايز اشوفه. طبعا هو عارف خلاص فسخوا الخطوبه، فهو قال ممكن البنت فعلا مش عايزه تشوف كريم، فهتروح تقعد عند جدتها، خلاص روحي اقعدي عند جدتك. في الوقت ده بعد ما عرف خالد العلاقه اللي ما بين دلال زوجته وما بين الدكتور كريم، قرر انه يسيب بيته ويروح يقعد في شقة بعيد عشان يبعد البنزين عن النار. وبالفعل راحت معاه زوجته بعد ما سامحها، وجاب بقى بنته عشان تعيش معاهم بعد خلاص ما بعدهم بحجة. طبعا هي كانت ماشيه بحجه ان كريم مش عايزه تكون موجوده في المكان معاه، فخلاص تعالي يا بنت بقى وعيشي معانا، لحد ما جه يوم 1 يناير كان يوم عيد ميلاد منى اللي هي بنته، وهو نفس تاريخ عيد ميلاد دلال. وجه بالفعل راح الاب خالد جاب تورته وجاب المعالي والسكاكين والدنيا تمام، وعمل الليله وهيعمل حفله العيد الميلاد.
طبعا فين ماما يا منى؟ قالت له ماما يا بابا بتاخد دش. قال لها طب خش استعجليها. فطبعا داخله لقت مامتها بتقول لها يا منى ناوليني الروب. دخلت تناولها الروب وهي راجعه فوجئت بدبله محطوطه على الشفونيره بس شكلها غريب. فمسكت الدبله بتبص فيها واذا تفاجأ بالكارثه. فوجئت ان مكتوب على الدبله كريم. طبعا ما قدرتش تتمالك نفسها، كل الافكار في دماغها ان ماما دي انانيه، خدت مني خطيبي وكمان وعمل كل حاجه. طلعت جري على ابوها خالد، خد شوف يا بابا ماما معاها دبله مكتوب عليها كريم. الاب طبعا انهار في الوقت ده. طلعت دلال في ايه؟ الاب واجهها بالدبله، فإذا بيه يفاجأ بطوفان انفجر عليه. أيوة أنا بحبه، أنا بعشقه، أنا بموت فيه، أنا ما أقدرش أستغنى عنه، غوره في 60 داهية. راحت ردة بقى البنت وقالت يعني يا بابا أنا شفتهم كانوا الاتنين موجودين مع بعض وأنا جاية من الكلية قاعدين كما زي أمهم وولدتهم وعملوا علاقة، يعني علاقات محرمة مع بعض. الاب اتفاجأ بكل ده. فالبنت انهارت وقعدت تقول لها انت انانيه ليه؟ انت ليه انانيه؟ دايما كل حاجه بتاعتي بتحب تاخديها، حتى خطيبي جيت اقدم لي خدتيه مني. قالت لها لا يا حبيبتي خطيبك ده كان متقدم لك عشان انا. فحست البنت ان امها دايما طماعه. ففي لحظه عدم توازن او وعي اخذت السكينه وضربت امها ضربه، لكن كانت ضربه نافذه في القلب ادت الى وفاه امها في الحال. في الوقت ده خالد قال لها خلاص سيبي كل حاجه، خدي اخواتك واطلعي على جدتك كانكم ما جيتوش هنا وانا هخلص الدنيا. وراح ماسح بصمات بنته من على السكينه وحط بصماته هو، وراح رايح على مركز الشرطه مسلم نفسه وقال ان انا اكتشفت علاقه شرعيه بين مراتي وبين الدكتور وحصل يعني علاقه غير شرعيه وانا اللي قتلت دلال مراتي عشان شرف. طبعا القصه اللي سردها دي كلها سردها المحامي او المحامي اللي كان ماسك القضيه، المحامي بهاء الدين ابو شقه، وكتب القصه دي كامله في كتابه اغرب القضايا. طبعا في القضيه ديت المحامي بهاء الدين ابو شقه استند للماده 237 من قانون العقوبات اللي حول القصه من جنايات لجنحه. حول القصه من جنايات لجنحه على اساس انه كان بيدافع عن شرفه، انه اثبت بيه طبعا بالتحريات وبالجيران اللي كانت بتشوف كريم بيدخل وبيخرج والكلام ده كله. قدر المحامي بهاء الدين ابو شقه انه يثبت ان كان في علاقه آثمه ما بين دلال المتوفيه وما بين الدكتور كريم. وطبعا حول الموضوع من جنايات لجنحه، وبالبحث عن كريم فوجئوا ان هو متوفي في داخل شقته عاريا تماما. طبعا التحريات وعاوزين يعرفوا مين اللي قتله. طبعا خالد المفروض ان هو في الحبس، محدش عرف، واتأجلت قضية كريم ضد مجهول. لكن بعد القضية ما خلصت طلع خالد وحكى للمحامي بهاء الدين ابو شقة الحكاية كاملة من اولها زي ما انا حكيتها لكم، وان اللي قتل دلال ما كانش هو، كان بنته. بس في مفاجأة اكبر في قصة كريم، ان التحريات اثبتت انه مش دكتور، انه كان في طب وفشل، فكان نصاب وكان بيحتال على الستات عشان يعيش على قفاهم. تمام. والمفاجأة الاكتر ان اللي قتل كريم كان شخص محبوس رد سجون مع خالد في الحبس، كان خارج براءة او خارج يعني خلص مدته وخارج. اتفق مع خالد انه يقتل كريم مش عشان ينتقم لشرفه، لا ده عشان خايف على ابنه اللي في الثانويه العامه، اللي لما كان رايح يزور ابوه خالد قال لخالد انا هنتقم واقتل كريم. فخاف على ابنه فاجر احد البلطجيه اللي كانوا موجودين معاه في السجن مقابل المال، قتل له كريم، وتأيدت القضيه ضد مجهول. وذكر كل اللي رويته ده المحامي بهاء الدين ابو شقه في كتاب اغرب القضايا. وبالنسبة لقضية خالد اللي قدر المحامي بهاء الدين ابو شقة يستخدم المادة 237 من قانون العقوبات ويحولها من جناية لجنحة، وحكمت المحكمة على خالد بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ. وتم يعني بلورة هذه القضية هي قضية رد الشرف او قضية دفاع عن الشرف. طبعا كل الحكاية ديت
يعني اترصدت، او القصه دي كامله اترصدت في كتاب اغرب القضايا للمحامي بهاء الدين ابو شقه. لكن عايزين بقى نتكلم كلمتين. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ هو انعدمت يعني الدين ده انعدم من عند الناس؟ هي كل واحده او كل واحد يشوف واحده، او كل واحده تشوف واحد. طب انت ناقصك ايه؟ عشت مع الراجل 20 سنه، ناقصك ايه عشان تمشي مع دكتور وتخليه يخطب بنتك؟ طب انت مش عارفه ان جواز علاقتك معاه خلاص حرم بنتك عليه اصلا؟ على العموم انت في دار الحق يا جماعه، فوقهم يا جماعه فوقهم. الدنيا مش مستاهله اللي انتوا بتعملوه. انا مش عارف المسيح الدجال هيبوظ فينا ايه لما يجي. انا خايف عليه هو بصراحه. هيجي مش محتاج، مش هياخد مجهود، هو جاي على ناس جاهزه. اللي انا شايفه كده ان بعض الناس، طبعا الحاجات دي شاذه يا جماعه، بعيد مره واثنين وثلاثه، دي شواذ في المجتمع. مش معنى ان في المنطقه ديت في حد عمل كده يبقى في حاجه فيها تعميم ابدا. لكن الفجور وصل بالناس الى منتهاه. كفايه بقى، هنوصل لفين اكتر من كده؟ عموما ربنا يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين ويحفظ جميع الدول العربيه يا رب العالمين الى ما فيه خير الرشاد.